أنا يوم تزوجت الله يبيض وجيهكم وجيه أخواني استاجروا لي في فندق غالي، فندق فخم. المهم والله بعد ما تزوجنا بعدين شرينا للفندق، يوم جينا للفندق دافعين أخواني خدمة عرسان. المهم جينا والله لقينا السكرتي قال لا انزل تحت، وقف في المواقف تحت. نزلت والله في المواقف، أنا ما أعرف ذي الأمور كلها، يعني أغلى شقة قد استاجرت هذيك الأيام 80 ريال. المهم والله أول ما جيت نزلت وشليت أغراضي وقبلت على الأسانسير، إلا والله فيه اثنين فلبينيين، واحد معه مبخرة واحد معه ورد. الله يبقيكم رحبوا بنا. وجينا نبغى ندخل في الأسانسير ودخلوا معنا الفلبينيين، قلت عطني المبخرة واحطها وعطني الوردة والله يستر عليكم. ما بطلع أنا والمرات في الأسانسير تخوننا. المهم والله طلعنا ورحت دخلنا ولا نعايم رب العالمين على ذيك الطاولة، كيكة 3 دور ومكسرات وبطاطسات والثلاجة مليانة بايسن. والله المرة مستحية يوم شفت أنا النعمة ذي قلنا ها تعال نقرب هنا، وأقوم أنا أخوش في ذي الكيكة شيء بيدي تقول عصيد، أخلص وأروح الثلاجة وأشرب وأكل. ويوم جاء اليوم الثاني وأنزل وأجمع باقي الأغراض باقي المكسرات، وأفتح الثلاجة بساكيت وعصيرات وأضفها في قرطاس ونطلع على السودة. وإذا لقيت عمان نظافة قمت أعطيهم. ويوم أرجع ولا نفس الضاعة أمس، كيك 3 أدوار ومكسرات، وأفتح الثلاجة ولا هي مليانة. قلت والله لا حل الفلوس، طبعا أنا ما دفعت شيء. قلت والله يا ولد هنا نعمت ما لها مكان. وأقوم وكل ما طلعت خميت ما في الثلاجة واللي على الطاولة ونزلت. المهم خذيت ال3 أيام، ويوم جيت خارج وأمر على الثلاجة وأزيد أقرش ما فيها وننزل. والمهم كرمكم الله، قالوا تعال الله يعينك باقي فيه حساب. قلت لا أخواني قد دفعوا. قالوا لا تعال يوم أقعدوا لي عندهم فواتير وشوي ويرسلون واحد أطول الطاقة ويرسلون ويدق أيوة فتح الثلاجة ذا. المهم قال حسابك 1400. قلت 1400 على إيش؟ قال الله لا يهينك اللي تاكله. قلت هذه يا أخواني قد دفعوا أنا مع البيع. قال لا وجه يا رجال ولا في جال الثلاجة مكتوب كتابة صغيرة، يعني إن هذا اللي بتاكلها شوف ما هي في البيع، هذه على حسابي. والله أنا محاسبين المال اللي زي كذا أنا 3 ريال. يوم خلصت قلت وقف ورد طلع اللي فوق الطاولات اللي في العربية يدفع العامل، وطلع قلت هنقص ذي، وقام يحط وينقص في الحساب، ينزل البايسن وينقص. اي والله وينقص منها. قلت رجع. المهم منها طلعت بحول 1400 أو حول ذا السعر واعطيهم.